النهارده هشرح لكم ازاي تقدر تمارس انجليزي بنفسك في البيت باستخدام تكنيكس ممتازه هتساعدك انك تطور من مهاره التحدث او السبيكنج بشكل ممتاز. والتكنيكس اللي معانا النهارده هم الايميتيشن والشادوينج. ببساطه الاسلوب الاول هو الايميتيشن. فكرته ببساطه انك تسمع فيديو او محادثه او ايا كان اللي هتسمعه، ومن ثم هتجيب جمله جمله وتوقف وتحاول انك تنطق الجمله بنفس الصوت والايقاع بالظبط. اما الشادوينج فانت مش بتوقف خالص وبتتكلم مع الشخص اللي بيتكلم في نفس التوقيت وبتقلده في كل حاجه، في سرعه الكلام، في الوقوف، وفي نغمه الكلام نفسها. لو وقف انت بتقف معاه، بتعمل كل حاجه معاه. ودلوقتي خليني اقول لك الخطوات اللي هتتبعها باختصار. اولا انت لازم تجيب فيديو صغير او محادثه او اي ماتيريال عشان تسمع منه، ولازم يكون مناسب مع مستواك. ولو انت مبتدئ ففي ماتيريال انا كنت عاملها ممكن تبدا بيها. وطبعا لازم تسمع لنيتيف سبيكر، يعني شخص من اهل اللغه نفسها. الخطوه الثانيه هتبتدي انك تسمع الفايل او الفيديو، وطبعا اول كم مره انت بتسمع لازم تدور على معاني الكلمات والجمل اللي انت مش فاهمها وتحاول انك تفهمها كلها. يعني باختصار هدفك اول كم مره هو انك تفهم كل كلمه وجمله بتتقال في المحادثه، ومن ثم هتبتدي تطبق 2 تكنيكس مهمين جدا في الليسننج. الاسلوب الاول او التكنيك الاول هو الاكتيف ليسننج، بمعنى انك بتركز في الوقفات اللي ما بين الكلام، بتركز في نغمه وايقاع الكلام، بتركز في سرعه الكلام. وطبعا ده بيتطلب منك انك تكون بعيد عن اي مشتتات. يعني على سبيل المثال وانت بتسمع ما ينفعش على الاطلاق تبقى فاتح الفيسبوك او الواتساب او اي حاجه بتشتتك. والتكنيك الثاني هو الديب ليسننج، وده ببساطه فكرته انك بتسمع الماتيريال اللي معاك عدد مرات كبير جدا ما يقلش عن 30 مره، وتكون موزعه على 3 ايام. يعني هتسمع كل يوم على الاقل 10 مرات لمده 3 ايام متتاليه، وبلاش تكثف. النقطه الثالثه، هنفترض انك عملت كل الخطوات اللي فاتت وانك فاهم الماتيريال اللي معاك كويس جدا وسمعتها عدد مرات كبير. دلوقتي هدفنا ان احنا نطلع من مشكله انا بسمعك بفهم لكن مش بعرف اتكلم زيك. هنا بقى انت دورك انك تتكلم بالظبط زي ما الشخص اللي انت كنت بتسمعه بيتكلم في المحادثه. وطبعا الهدف هنا انك تقلد الشخص اللي بيتكلم ده في كل حاجه زي ما قلنا قبل كده. لو وقف انت بتقف معاه، لو على صوته انت بتعلي صوتك معاه، بتقلده في كل حاجه، في نغمه كلامه. يعني عايزك تبقى نسخه منه. دلوقتي احنا هنعمل اول تكنيك مع بعض وهو الايميتيشن. وطبعا الماتيريال دي انا كشخص متعلم هفترض اني سمعتها كتير جدا وفاهم كل حاجه فيها، وطبعا طبقت الاكتيف ليسننج والديب ليسننج. ودلوقتي يلا نعمل تجربه مع بعض. In my family, there are penny pinchers and spenders, and everything in between. In my family there are penny pinchers and spendthrifts and everything in between. For instance, they say that I have a reputation for being stingy. For instance, they say that I have a reputation for being stingy. In fact, I'm not a stingy person at all. But in fact, I'm not a stingy person at all. طبعا زي ما انت شايف هنا انا بحاول اقلد واقول جمله جمله، وده ببساطه اسمه الايميتيشن. ومن ثم التكنيك الثاني اللي هو الشادوينج. هنا بقى انا مش بقف خالص، انا بقول معاه في نفس التوقيت. طبعا الشادوينج تكنيك صعب جدا ورخم جدا وبياخد وقت يعني صعب شويه، انما النتائج بتاعته ممتازه جدا جدا فوق ما تتخيل. طبعا الناس اللي مستواها متقدم بننصح بالافلام هتبقى ممتازه جدا في الشادوينج. ودلوقتي تعالوا نعمل تجربه مع بعض عشان نشوف الشادوينج هيبقى عامل ازاي. In my family there are penny pinchers and spendthrifts and everything in between. For instance, they say that I have a reputation for being stingy, but in fact, I'm not a stingy person at all. I like to save up money and only spend when I have to. I'm careful with money, but I spend it when I think it's necessary. زي ما انت شفت كده في الشادوينج انا قلت معاه في نفس التوقيت وحاولت اقلده في كل حاجه. وده ببساطه كان التكنيك الاولاني اللي اسمه الايميتيشن، والتكنيك الثاني اسمه الشادوينج. بننصح بيهم جدا، هيحسنوا معاك مهاره السبيكنج بشكل انت لا تتخيله. واتمنى الفيديو يكون مفيد بالنسبه لك. شكرا لكم. English Masters. Speak with confidence.